اليوم حلقة جديدة وحلقة بتخصني لأنه بتحكي عن الشباب والإعلام في بصمة شباب في البودكاست تبعنا اللي مكملين فيه مع جذور. ما ببلش البودكاست من غير ما يكون إلي بصمة. أنا وياكي بدنا نعمل بصمة العهد والوعد إنه يكون إلنا بصمة نجاح وتأثير وتغيير في المجتمع الفلسطيني. شيرين، يلا نعمل بصمتنا. هيك؟ أيوة هيها زبطت. هذه البصمة بصمنا ورح نكمل. أنا شيرين أبو مفرح من بيت لحم. خريجة إعلام من جامعة بيت لحم برضه. اتخرجت سنة 2018. بعد ما تخرجت طبعا رحت أدور على وظيفة زي الشباب الخريجين اللي بدوروا، وتدربت عند كثير مؤسسات. كانت من هذه المؤسسات مؤسسة جذور. صرت عضو في مجلس الشباب فيها. يعني صار إلنا إحنا صوت، إحنا اللي نحدد، إحنا اللي نحكي، إحنا اللي نعمل الخطة، إحنا اللي نقوم بالتدريبات، وإحنا نقدم الأفكار والمؤسسة تسمعنا وإحنا نطبقها. إحنا 35 شاب وصبية. كنا بنشكل حلقة واحدة. بنعمل تدريبات. طورنا مهاراتنا، قدراتنا. صار عنا أشياء مفتوحة أكثر من لما تخرجنا من الجامعة. أفكارنا متقاربة. بنجتمع شهريا تقريبا. بنشيك على الأشياء اللي رح نسويها، بس كلياتنا زي عيلة واحدة. ماشيين على خطة حاليا سنوية، ورح نعمل أشياء إن شاء الله يكون فيها تغيير إلنا وللمجتمع.